السلام عليكم اخويا اخواتي، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. واش كنت عارف بلي اول سفير غادي يدخل الانجليز كان هذيك اكثر من 400 سنه؟ في نهاية القرن 16 كان المغرب بقيادة أحمد المنصور الذهبي اللي كان كيسعى لتوسيع النفوذ ديالو الدبلوماسي والسياسي، خاصة بعد معركة وادي المخازن اللي طحنا فيها الأوروبيين واللي كانت في سنة 1578 ميلادية. هذه المعركة عطات المغرب هبة كبيرة بين الدول الأوروبية، ولاو كيكنوا احترام المغرب والمغاربة الحرار. وفي نفس هذه الفترة انجلترا او الانجليز كان تحت حكم الملكة اليزابيث الاولى، واللي هي بالدور ديالها كانت في صراع دائم مع اسبانيا الكاثوليكية انذاك. في بداية القرن 17 وتحديدا سنة 1600 ميلادية، السلطان أحمد المنصور الذهبي غادي يرسل واحد البعثة دبلوماسية فريدة من نوعها إلى إنجلترا أو الإنجليز، واللي كانت يترأسها عبد الواحد بن مسعود، واللي نيت هو اللي كان السكرتير ديال السلطان أحمد المنصور الذهبي. وكان معاه وفد اللي كيتكون من 16 واحد، من بيناتهم الحاج مسا والحاج بناحيد، وكذلك المترجم المدعو محمد عبد الدار المولود او اللي تزاد في الاندلس. هاد الوفد غادي يشدوا الطريق وغادي يمشيو يركبوا في واحد السفينه المسمى عليها النسر، وغادي يشقوا بها البحار باش يوصلوا للانجليز. غادي يوصلوا لدوفر في 8 اغسطس 1600 ميلاديه او لا اوغست. غادي يكملوا على الطريق ديالهم باش غادي يدخلوا لندن، وغادي تستقبل عبد الواحد بن مسعود استقبالا رسميا، وغادي يتلاقى بالملكه اليزابيث الاولى، وغادي يجلس هو وياها، غادي يجمعوا، غيشربوا انجليش تي، وغادي يقترح عليها عبد الواحد بن مسعود باش يديروا تحالف عسكري بين المغرب والانجليز اللي غزوا اسبانيا الكاثوليكيه انذاك. لكن الملكه اليزابيث رفضات وما بغاتش، لكن رغم انها رفضات باش يديروا تحالف عسكري، رحبات بتحالف سياسي ودبلوماسي وكذلك تجاري. حنا في سنة 2025 باقي هذاك التحالف التجاري القوي بين المغرب والانجليز، واللي كنشوفوا فيه اليوم يعني بزاف ديال المواد كيدخلوا من المغرب للانجليز، اللي منهم الخضروات والفواكه وزيدوا زيدك. عبد الواحد بن مسعود غادي يدوز 6 ديال الشهور في لندن، وفي هذيك الوقت غادي يثير الانتباه ديال الانجلزه، لانهم اعجبوا ولا عجباتهم الاناقه ديال بن مسعود والثقافه ديالو، وكذلك داك اللباس المغربي الاصيل انذاك. بن مسعود غادي يحضر الاحتفالات رسمية وكذلك سياسية، وتا من التتويج او الاحتفال تتويج ديال الملكة اليزابيث الاولى غادي يحضر ليه. المهم في هذيك الوقت اللي دوزها بن مسعود في لندن غادي يهضروا عليه كاع الناس، لانهم بصراحة اعجبوا بهذيك الشخصية ديالو، وحتى من شكسبير المعروف عالميا والهمه بالشخصيه ديال بن مسعود، ومشى دار واحد المسرحيه اللي دخل فيها شخصيه اوتايلو او لا عطيل المعروفه، وهاد الشخصيه اللي كانت قائد مغربي في المسرحيه الشهيره ديال شكسبير. غادي يكمل بن مسعود الفتره ديالو في الانجليز، وغادي يرجع في حاله البلاد ديالو المغرب، وغادي يدخل رغم انه ما غاديش يتحقق هذاك التحالف العسكري بين الانجليز والمغرب، لكن السفارة فتحت باب للتفاهم السياسي والثقافي للمملكتين، مملكتين ماشي دولتين، حيث هذا الأمر كان من أوائل أشكال الدبلوماسية الحديثة بين دول الجنوب والشمال، يعني إفريقيا وأوروبا. اليوم باقي النقالزة محافظين على واحد اللوحة اللي كانت مرسومة، لوحة زيتية راسمينها، وكاينة محفوظة وكاينة في معهد شكسبير اللي كاين في لندن. وهذه اللوحة كتعتبر واحدة من أقدم الصور للسفراء المسلمين في أوروبا. اليوم القصة ديال عبد الواحد بن مسعود كتدرس كمثال للتعايش والتعاون الثقافي
والدبلوماسي والسياسي الى اخره بين الحضارات او لا بين الممالك او لا الدول. هادشي اللي كاين الخوت، ان شاء الله تعجبكم. الا كنتي مغربي افتخر براسك، تهلاو ليا فراسكم، عاوكني نغين.